تكملة للحلقة السابقة لكتاب الألفاظ الكردية المعربة للدكتور ضياء رجب. الإهليلج شكل هندسي بيضاوي الشكل، يسمى في علم الهندسة بالقطع الناقص، كما في مدارات الكواكب. الكلمة محورة من الأصل الكردي هليلة أو هاليلا، بنفس المعنى والمدلول في فرهنج ماهابات وغيو مكرياني. وكلمة هليلة هي اسم تصغير لكلمة هالة المحورة في الكردية من كلمة جرا التي تعني الدائرة، والجيم في الآخر مزيد. الدائرة بالكردية جرا، الهالة بالكردية هالة، الهالة المعربة هالة، والإهليج بالكردية هليلة وعرب إلى إهليج. الأدب، أدب يؤدب تأديبا، فهو أديب ومؤدب. الكلمة معربة من الأصل الكردي داب التي تعني عرف أو عادة أو تقليد. في الكردية غالبا ما تأتي كلمة داب مع كلمة نريت، وكلمة داب مشتقة في الكردية من الكلمة السومرية دب التي تساوي في الكردية دبا، وتعنيان اللوح أو النص المكتوب أو الكتابة، وكلاهما من الكلمة دب أي الخشب بالكردية، ومنها الكلمة الكردية تيب أي الحرف، وكذلك منها الكلمة الإنجليزية تايب الحرف المطبعي. علما إن الخشب في السومرية هو جيش، وكلمة آدابو السومرية المشتقة من دب أي الخشب بالكردية تدل على آلة موسيقية خشبية والغناء المرافق لها. ونفس الكلمة السومرية آدابو دخلت اللغة الأكادية وصارت تعني الأديب أو الحكيم. وكلمة أدب دخلت اللغة العربية في زمن الأمويين بشكل واسع، حيث يذكر أحمد ابن وحشية النبطي في مؤلفه شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام في العام 241 هجري بأني رأيت في بغداد 30 مجلدا مكتوبا باللغة الكردية البهلوية، ورأيت في دمشق أي الشام مجلدين مكتوبين باللغة الكردية، الأول في كيفية زراعة وتربية الأشجار المثمرة، والثاني في كيفية اكتشاف المياه في المناطق الجافة والمجدبة، وقمت بترجمتهما إلى العربية كما قام غيره بترجمة الدواوين والمراسلات التي كانت باللغة الكردية وبخاصة في العراق. وللعلم أن كل الكتب الكردية كان يتم إتلافها حتما بعد ترجمتها وبأمر من الخليفة، وفي أثناء تلك الترجمات دخلت الكثير من الألفاظ الكردية إلى اللغة العربية، فحورت الألفاظ لتلائم لسان العرب، ثم أجروا على تلك الكلمات قواعد اللغة العربية، ومن إحدى تلك الكلمات كلمة الأدب. لذا فإنك لا ترى في الأدب الجاهلي ولا في القرآن ولا في الأحاديث النبوية الصحيحة ذكر لكلمة الأدب، كما أنه لا يوجد مصدر لهذه الكلمة لا في اللغات السامية ولا في اللغة العربية. حسب قواعد اللغة السومرية الإلصاقية دب زائد صار تساوي دب صار، أي دب لوح صار نسخ وتصبح كاتب. دب بالسومرية هو لوح أو النص المكتوب أو الكتابة، صار بالسومرية نسخ نقش كتابة تدوين يسجل. دب صار بالسومرية تعني الكاتب. دب بالسومرية تطابق دبا اللوح بالكردية، ومنه تيب الحرف. صار السومرية تطابق في الكردية الكلمات التالية: كلمة سل الذي هو لوح عريض ومسطح من الحجر، كلمة سلك سلكة وهي النقوش في البسط والسجاد، اللاحقة صار جار زار المشكلة لأسماء المكان. دب صار السومرية توافق في الكردية الكلمتين تيب صار أي خطاط الحرف زائد لاحقة المكان، دباسل يساوي اللوح زائد النقش، تبر الكاتب أو قاضي القضاة في عيلام يساوي دبير الكاتب بالكردية. وهذا جدول ببعض المشتقات من كلمة دب أي الكتابة أو اللوح بالسومرية، والتي أصلها من كلمة دب الخشب في الكردية.